باش وهذه قرار جبائي دارته عدد من الدول، دارته اسبانيا، دارته البرتغال، دارته فرنسا، دارته هولندا، دارته المانيا. علاش حنا هادو ديالنا ما بغاوش يديروها؟ علاش هاد الحكومه ما نفذتش الماده 4 من القانون ديال حريه الاسعار والمنافسه؟ وعلاش هاد الحكومه ما بغاتش كذلك انها تراجع اللي موجود في الفوارق ديال الهوامش بالنسبه للمجموعات الكبرى، بحيث ان مجموعه كبيره معروفه في المجال ديال المحروقات عندها هامش ديال ازيد من 24%، وشركه اصغر منها عندها غير 6%، بمعنى ان كاين هوامش تختلف على مستوى المحروقات. لمده ازيد من سنه عانينا من ازمه المحروقات، والازمه المحروقات عطات نتائج كارثيه اللي الحكومه كتفرج فيها. اليوم في السوق مطيشه ب 12 درهم، وعلمت انا شفت هذا الشيء بنفسي في السوق ديال تماره قبل يومين او ثلاثه. مطيشه 12 درهم، البطاطا ب 12 درهم، البصله ب 15 درهم، هذه المساله ديال الاسعار 23 درهم، البصله على الخضريه. هذا الشيء المحروقات كيأثر كذلك على هذا الشيء. 8 ديال كتقول الدراهم، وهذا الشيء يبدو انه زاد 2 ديال الدراهم غير في هذا الصباح. زادت هاد الحكومه كتقول على انه المساله مرتبطه بالمضاربين اللي كي طيب الا مرتبطه بالمضاربين ناخذ دول اخرى، ناخذ فرنسا. قبل اسبوعين وزير الاقتصاد والماليه يقول بانه توجه الى هذه السلسله الانتاج ديال التسويق اللي كتوصل من مطيشه دابا بحكم الماء وبحكم واحد العدد ديال العوامل ولات كتخام بواحد 3 4 ديال الدراهم في الحقل، ولكن لما كتوصل انا قلت لكم كتوصل ل 12 ودابا حتى 14 ربما في ايام وصلت الى 15 درهم. علاش ما يتوجهوش لهاد الناس ويجمعوهم ويراقبوا معهم هذه الامور؟ ما داروا اي خطوه على هذا المستوى. داروا لنا التصوير ديال الكاميرات، مشاو للاسواق عند من؟ عند هذاك البائع اللي موجود تما، اللي مسكين كيشدها ب 11 درهم وكيعاود يبيعها ب 12، في الوقت اللي هي سلاسل ديال التسويق الاخرى ما مشاوش دخلوا فيها ابدا، وراه حاربوا هذه المضاربه. ما داروا حتى شي حاجه. كيفاش يقولوا لنا هذه مضاربه؟ سيروا حاربوا المضاربه. المضاربين والوسطاء كانوا في السوق يعني هذه سنوات، هذه عقود. يعني اليوم كاين واحد الاجماع عند الطبقه السياسيه بان كاين واحد الفراغ تشريعي يعني المرتبط بتقنين يعني هذه الاسواق وعمليه البيع من الحقل الى مائده المواطن. يعني الى اي حد يسائل هذا مسؤوليتكم كاحزاب كبرلمان كمجموعه من المتدخلين في المجال باش يكون هذا القانون ويعني وتقنن هذه العمليه. لان اليوم كيتباع، خصنا نشوفوا شحال باش كيتباع المنتوج عند الفلاح، فين كيمشي في اسواق الجمله وكيفاش كيتوزع. اذا خصنا نقطروا هذه العمليه. متفقين على هذا الشيء، ولكن دابا هذه حكومه اللي هاد المضاربين وهاد السماسره اللي موجودين في مستويات مختلفه من الحقل لما كيخرج اول مره وصولا الى اسواق الجمله، او في بعض الاحيان ما كيدوزش من اسواق الجمله وكيمشي مباشره عند بائع اخرين في الرشا او غير ذلك. هاد المستويات، وكنعرفوا بانه ناس اليوم كيخزنوا في مرائد مختلفه، كيخزنوا هاد المواد الغذائيه وكيخرجوها لما كيبان لهم الثمن مناسب. يعني كيتاجروا بالفقر ديال الناس والحكومه تتفرج. قبل ذلك كان هذا الشيء موجود، لكن لم يكن له نفس الاثار. ماشي مطيشه ب 3 4 دراهم في الحقل وتباع ب 15. دابا ولا هذا الاثار خطير على القدره الشرائيه. هذا ولات الوضعيه الاجتماعيه ديال الناس خطيره، والاستقرار الاجتماعي مهدد.